السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل عليكم جميعا. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهاردة بقى فيديو جديد. ودينا بقى الولاد الحضانة خلاص كده. وطبعا بفطر الصبح بقى كده حاجة خفيفة وكوباية القهوة وبخر الدنيا وبظبط الدنيا، يعني ده كل دوت بعد ما بروق البيت وكده بقعد بقى افطر. بس وهبتدي بقى ان انا اعمل الغدا. مش مثلا يعني ده كان عشاء لاني كانت عزومة يعني على محاشي وكده. فطبعا لما الولاد جم حضرت فطار اللي هو الفطار المصري بتاعنا العادي يعني. وابتديت ان انا بقى ايه اعمل شغلي كده. خلاص بقى شغلي بره في البيت كان خلص. ابتديت ان انا اخش بقى المطبخ، هعمل محشي بقى مشكل وهعمل محشي كرومب. تمام. هنا قطعت الخضرة وسلقت الكرنب ومعايا بصل وفصين توم. كل ال آه، يعني المكونات بتاعة المحشي، مفيش حاجة جديدة يعني. بس المهم انا بقى هسبك، يعني مش هعمله ني في ني، يعني اللي هو بقطع كله على بعض كده وبحشي على طول. لا، الاول هدبل البصل على النار. انا كده فرمت البصل، حطيت معلقه زيت وحته سمنه صغيره كده اشوح بيها. تمام. البصل انا مش عايزاه احمر خالص، يعني بيبقى دبلان كده شويه، بس محمر شويه كده بسيطه. تمام. على النار اهو. وبحط معلقتين صلصه كده عشان تديني الطماطم يعني تخلي المحشي لونه احمر كده، لان انا عندي الطماطم مش حمرا قوي. ف فعديتها كده معلقتين صلصه، شوحتهم الاول مع البصل وبعدين نزلت بالطماطم. وعايزه اقول لكم ان الطماطم انا بضربها في الكبه من غير ميه خالص، لان انا بحبها كده بتبقى تقيله، بتبقى حمرا كده وحلوه. تمام. التوابل بقى ملح، كمون، فلفل اسود، شويه كزبره، والكمون برضو شويه صغيرين مش كتير. تمام. وبحط كزبره ناشفه في التوابل. برضو التوابل دي براحتك خالص، ممكن ما تحطيش كل ده، تحطي ملح وفلفل اسود بس. هنا بقى انا قطعت العروق اللي هي بتبقى في الكرنب يعني، وخلاص كده. بصوا، بس هحشي بقى على طول. هحط بس الخلطة. انا طبعا غسلت الخضرة كله، غسلته تمام وكل حاجة كانت خلصت. حتى الطماطم يعني كانت خلاص اتسبكت. فنزلت بس في صينية كبيرة بقى كده بالخضرة، وقلبتهم شوية مع الرز اللي انا هعمله. طبعا حسب الكمية اللي انت هتعمليها. انا ما كنتش عاملة كمية كبيرة لاني ما كانش فيه يعني يعني العزومة مش كبيرة قوي، يعني هو ضيف. تمام. فالعدد مش كبير، وبعدين كمان احنا مش بناكل كتير. فبالنسبة لي يعني ايه الكمية كانت كويسة. تمام. بس هنزل بقى بالطماطم وهقلب بقى، هفضل اقلب فيها، وكل ما تعوز طماطم تاني هزود. والطماطم لو فضل مني طماطم تاني من اللي هي متسبكه دي بحطها في علبه او في كيس اللي هو الفريزر، وبدخلها الفريزر كده بتقعد معايا، ولما اجي بعمل محشي تاني بستخدمها. تمام. هنا بقى الحله اللي انا عملت فيها التسبيكه او المحشي يعني. هبتدي ان انا اقطع طماطم فيها، واي حاجه بقى، اي خضره انت عندك، ممكن طماطم، ممكن جزر، ممكن بصل، براحتك خالص. فانا حطيت طماطم. تمام. بس هبتدي ان انا احشي البدنجان بقى والفلفل اللي هو الكوبي، وكان عندي فلفل مصري اللي هو التخين شويه ده، بيبقى حلو في الحشو، وبيبقى حلو كمان في طعم المحشي كمان اكتر من الفلفل اللي هو ايه الكوبي. تمام. بس وهحشي البدنجان. كل ده انا عملته الصبح وما خدش مني ساعتين. كل ده انا عملته بعد الفطار على طول. كانت حوالي الساعة 10. تمام. وخلصته كانت الساعة 12. خلصته خلاص، كان كله بقى على سوا. بس حطيته في التلاجة لحد ما قبل ما نيجي ناكل يعني هحطه على النار وكده، لان كان العزومة بالليل. احنا تقريبا كانت حوالي الساعة 10 يعني بالليل. تمام. بس بحشي الكوسه بقى. طبعا انا بوريكم بقى الحشو، وكنت لابسه كلوفز عشان الحشوه بتاعه المحشي كانت سخنه شويه. تمام. هنا خلصت بقى كده الكميه كلها بتاعه الكوسه، وهبتدي بقى ان انا احشي الكرنب.
حطيت طبعا في الحله ورق كرنب كده من تحت، برضو براحتك، ممكن تحطي خضره براحتك، ممكن تحطي العروق اللي بتطلع من الورق. تمام. هنا بقى ببقى بكون شايله العروق بس بقطع عند الحشو كده زي ما انتم شايفين على قد الصباع بالظبط وبحشي. كده بالنسبه لي سهل جدا جدا يعني. حتى لما باجي افرزنه في الفريزر بيبقى بنفس الطريقه كده، بقطع بس العروش وبسيبه زي ما هو، وبقطع وانا بحشي بقطع كده بايدي. تمام، بيبقى سهل كتير يعني، براحتك خالص يعني. بس هنا الكاميرا كانت وقعت فعدلتها. بس هبتدي ان انا اخلص الكميه كلها كده في الحله. بس خلصنا خلاص اهو المحشي، ما خدش مني وقت خالص. بس هشيله بقى في التلاجة، مش هعمل فيه اي حاجه خالص. ووقت بقى ما هنيجي ناكل هبتدي ان انا احطه على النار يعني قبليها بنص ساعه كده ولا حاجه. هنا خلاص كان بالليل بقى بنبتدي ناكل وكده. طبعا بسلق الفراخ عادي خالص. تمام. وطبعا سلقتها انا من غير يعني بميه وملح وبس ميه السلق يعني العاديه. بس هبتدي ان انا هبتدي ان انا احط المحشي بقى كده، الشوربه بتاعه المحشي بتاعته يعني. بس وهنا انا بعمل خلطه، معلقه صلصه ومعلقه سمنه وشويه ملح وفلفل اسود. طبعا ببقى عارفه الملح بتاعي ومظبطاه وكده، فبحطه بقى كده على الوش. وجربوه بالطريقه دي هيعجبكم جدا جدا، وهيخلي المحشي لونه احمر. تمام. برضو بنفس التتبيله زودت شوربه زودت شوربه على التتبيله يعني اللي فضل مني بتاعه المحشي. وزودتها بقى. تمام. بس هنا كانت الفراخ خلاص اتسلقت. تمام. وبعدين قطعت بصل وطماطم وفلفل براحتك خالص. وفصين توم. وهنا بحشي الفراخ بقى، وطبعا بحط التتبيله عليها وكانت سخنه. بفضل كده اعملها، بتبقى حلوه قوي الطريقه دي يا جماعه كمان. بس وهعمل لها تتبيله صلصه برضو، حابه ان انتي تعملي الخطوه دي اعملي، مش حابه براحتك. وشويه ملح وفلفل اسود عليها كده بمعلقه سمنه صغيره براحتك. حابه تعمليها كده براحتك، مش حابه برضو دي حاجه ترجع لك. وبحط شويه شوربه في الصينيه من تحت وبدخلها الفرن. يعني الشوربه بتاعت الفراخ اهي. وطبعا هنا البوتاجاز كان المحشي بيستوي، فكان منزل السوائل بتاعته على البوتاجاز، بس انا غسلته يعني وخلاص. بعديها هدخلها بقى الفرن. وده كان الفيديو بتاعنا، وما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب، وباي باي في فيديو جديد.